انا المفروض ان انا اخلص الاكله دي في ربع ساعه، انا بجد متاخره جدا. فاحنا هنحاول يعني بقدر الامكان ان احنا نخلص بسرعه. انا لما باجي اعصج اللحمه بحط قد كميه اللحمه بصل، يعني لو حطيت نص كيلو لحمه بحط نص كيلو بصل، لو حطيت ربع كيلو لحمه بحط ربع كيلو بصل. فانا عامله بصلتين يعني وسط على ربع كيلو لحمه. هنزل بقى باللحمه، خلاص البصل بدا يدبل. هحط بقى رشه فلفل اسود، هحط نص معلقه صغيره سبع بهارات، لا هحط معلقه صغيره. هحط رشه قرفه. خلاص بعد ما بتكون غيرت لون بحط بقى الثوم، بحط يعني فصين ثوم تقريبا كده. اظبط الملح بتاعي بقى. هحطها بقى هنا تنشف شويه. هحط بقى الميه تغلي هنا، هحط بقى الميه تغلي هنا علشان المكرونه، وقبل ما الميه تغلي يلا نضرب الطماطم. بس خلاص كده اللحمه بتاعتي اتعصجت، هشيلها بقى على جنب. انزل بقى بالمكرونه. هحط المكرونه هنا علشان اعمل الصلصه هنا. هنزل بقى بالطماطم، معلقه السكر بتاعتي، فلفل اسود، انا بصراحه بعز الفلفل الاسود قوي يعني، توم بودره، بصل بودره، بابريكا عشان اللون، واحده مرقه عايزين تستغنوا عنها عادي، وقلبي قلبي قلبي. طبعا كمان شويه كده بقى هظبط الملح بتاعها، انا عايزاها تكون متسبكه بس مش قوي، يعني نص تسبيكه كده. وهسلق المكرونه نص سلقه برضه علشان احطهم مع بعض كله في الطاجن ويدخلوا الفرن. خلاص الطماطم بتاعتي كده اتسبكت خلاص. هقفل بقى ده، سخن قوي. هجيب بقى اللحمه المفرومه بتاعتي اهي، ادي المكرونه. هنزل بقى بالمكرونه في الصلصه. ادي الطاجن، هنزل بطبقه لحمه مفرومه.